بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين وسلم. أما بعد، إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم قصيدة يا الوطن يا الزبرقان، والتي تساءل العديد والكثير عن معاني المفردات الموجودة فيها، وأنا تركت هذه التساؤلات لفترة، والآن إن شاء الله راح أشرح لكم القصيدة شرح كامل استنادا إلى أهم معاجم اللغة العربية. في البداية راح أكلمكم عن القصيدة. ربما يتساءل البعض ويعتقد أن القصيدة من القصائد الجديدة والتي كتبتها مؤخرا، ولكن في الحقيقة هذه القصيدة أنا كتبتها سنة 2001. هذه القصيدة هي أول قصيدة مزجت بها الفصيح بالعامي على نفس البحر والقافية. القصيدة لها تاريخ جميل ولها أثر جميل في نفسي، ولها ذكرى جميلة في نفسي. أساسا هذه القصيدة بعنوان الصك الضمان، وأنا وضعت أو غيرت الاسم إلى يا الوطن يا الزبرقان لقناعتي بأن الناس ستتساءل عن معنى كلمة الزبرقان، وهذا ما حصل فعليا وساعد في انتشار هذه الأغنية كقصيدة. القصيدة كانت في المغفور له الشيخ جابر الأحمد، مغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد خلال فترة علاجه، وتم تغيير شطر في هذه القصيدة لمواكبة الواقع اللي احنا نعيشه، عشان ممكن ان احنا نغني الأغنية لأن الزمان تغير والواقع تغير. بالبداية راح أقول لكم القصيدة الأصلية، لأن ما غني من القصيدة هو جزء بسيط من القصيدة. قصيدة طويلة أطول مما غنت، يعني القصيدة طبعا غنتها فنانة العرب الأستاذة أحلام، بالإضافة إلى الفنان بشار الشطي، وهالكلام طبعا في العيد الوطني لهالسنة 2017 لدولة الكويت الحبيبة. القصيدة تقول: المترس ما يخاف الصفق بأطراف السنان، ومن تحاشى لمعة المصقول عوده ما اكتمل، والقصايد كالذهب ذخر إذا ما الوقت شان، والمنابر كالمقابر لا توطاها الخطل، والله اللي خصني بالشعر والهمني البيان، أحمده حمد كثير عز وتبارك وجل، كنت أحسب أن العجايب 7 وأثريها 8، قدرة الله كيف رسى ديرتي مثل الجبل، يا عنيدة يا مديدة يا النجم يا الزبرقان، يا الشديدة يا الزهيدة يا العتيدة كالنخل، يا الأبية يا العتية يا العلية كالشنان، يا الوفية يا الغنية يا بحر ما به ضحل، يا أميرة يا كبيرة قلب يا الصك الضمان، يا يسيرة يا عسيرة يا كثيرة كالوبل، يا ذهب يا در كامن يا قلايد بن جمان، والله إن الشعر يخجل مثل ما لساني خجل. الربيع له أوانه والشتاء هم له أوان، وديرتي في كل فصول العام تزهى النفل، اسكنوها آمنين وقد سكناها بأمان، ذي مشيئة من خلقني بل عجل أو بل أجل، إنني والعمر يمضي مثلما خيط دخان لي كويتا قد تنامت في فؤادي، والمقل ومضى العمر وأنت أجمل الخود الحسان، جل من صاغ بلادي دون نقص أو خلل، ما أحبك والله إني ما أحبك، بس عشان أنت أبلغ من معاني الحب وحروف الجمل. جابر الأحمد ولكبي يا سند عزي مكان، يا سعك لو كنت تحمل فوق بتنينك دول، يا العرمرم يا العرين العارن الكن الكنان، يا الغضنفر يا الهزبر الهيزم الليث البطل، علم التاريخ معنى الهون من معنى الهوان، ذكرى تنفع من علمبك، علم ينفع من جهل، ما بنا عسلاج أبدا لا تراخى الوقت لان، كلنا معنا لأن كلنا قول وفعل، ما تقوضنا الشدايد فالشدايد تستهان، والعمل بعض العبادة ولا عبادة بلا عمل، قد نطحنا الطيب مبطي
لين لامسنا العنان. مجدنا مجد السريجي والمهند والأسل 7 أشهر، ما ذكر من زل من شعبك وخان. كدنا نكمل لولا أن الله وحده هو كمل. كل ما نادى المؤذن قمت ألبي للأذان، ولا سجدت تدعو إلهي يجعلك بأعلى محل. علموني كيف أردد بابا جابر من زمان، وعلموني كيف أشوفك للوفاء أروع مثل. وسلامتكم. هذا بالنسبة للقصيدة. والآن إن شاء الله راح أشرح لكم القصيدة شرح شافي وافي إن شاء الله، وتكون فيه الإجابة على كل تساؤلاتكم فيما يعني المفردات والكلمات ومعاني الكلمات الموجودة بالقصيدة، استنادا إلى أهم معاجم اللغة العربية كالمعجم الوسيط وكمعجم لسان العرب وكمعجم أو كتاب الفقه الإفصاح، عفوا الإفصاح في فقه اللغة. في البداية البيت الأول يقول: المترس ما يخاف الصفق بأطراف السنان. شنو معنى المترس؟ الترس هو ما يتوقع به بالحرب، يعني الشيء اللي تتوقع به من الأعداء كضربة سيف أو رمح أو ما شابه يسمى الترس، سواء كان درع سواء كان لباس، فما يتوقع فيه بالحرب يسمى ترس. زين، ومن هذا المعنى أتت كلمة المترس. المترس يعني المتدرع، زين، والمتقي أثناء الحرب بلباس ولباس الحرب. هذه كلمة المترس، وهذا المعنى طبعا موجود في المعجم الوسيط، وممكن تتأكدون من كل كلمة أنا أشرحها لكم. عندنا البيت الثاني يقول: والقصائد كالذهب ذخر إذا ما الوقت شان، والمنابر كالمقابر لا توطاها الخطل. الخطل شنو معنى الخطل؟ الخطل هو الكلام الفاسد الكثير المضطرب. وفي حديث الإمام علي عليه السلام يقول: فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، بمعنى المنطق الفاسد. يعني الإنسان اللي يعتلي المنبر إذا كان قد هذا المنبر فليتكلم وليتحدث. إذا لم يكن أهلا لهذا المنبر، كل كلمة يعني كل ما أسهب بالحديث أكثر، كل ما انحدر أكثر بمستوى اللغة ومستوى الكلام ومستوى الحديث وبقدره هو بذاته. فالإنسان اللي يعتلي المنبر لازم يكون هو على كفاءة وقدر وعلى قدر كبير من البلاغة ومن الفصاحة لكي يعتلي تلك المنابر، لأن أحيانا المنابر تصبح كالمقابر ما يكون فيها علو شأن، بالعكس راح تنعكس الآية. كلمة البيان اللي هي مذكورة في البيت الثالث: والله اللي خصني بالشعر والهمني البيان. البيان هو الحجة والمنطق الفصيح، وعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من تشبيه ومجاز وكناية. هذا طبعا من المعجم الوسيط. عندنا وهي الكلمة اللي صار عليها جدل كثير، هي كلمة الزهيدة، اللي هي البيت اللي يقول: يا عنيدة يا مديدة يا نجم يا زبرقان، الشديدة يا الزهيدة هي العتيدة كالنخل. اللغة العربية لغة واسعة جدا، ولغة تحتمل الكثير من المعاني لنفس المفردة. على سبيل المثال كلمة الغشمشم، كلمة أنا استخدمتها في قصيدة أخرى. الغشمشم هو الشجاع، هو يعني أعلى درجات الشجاعة، ومعناها بالضبط هو الشجاع الذي إذا أقدم على أمر ركب رأسه فلا يثنيه شيء. هذا الغشمشم. من وين المصدر؟ المصدر من كتاب فقه اللغة للثعالبي. طبعا في ناس تروح تأخذ المعنى المغاير أو المعاكس فقط للتشكيك، وهذا خطأ. أنت لازم تأتي إلى سياق الحديث وسياق القصيدة لترى ماذا يعني الشاعر من هذه الكلمة. أنا لما أتكلم وأقول الغشمشم لازم أنت تشوف سياق البيت شنو، ومنه تعرف المعنى الصحيح اللي أنا أقصده، لأن هناك معنى آخر للغشمشم وهو الظالم الشديد الظلم. زين،
فبعض الإخوان الله يهداهم إن شاء الله ما يأخذون المعنى الصحيح، لا يروحون يتعمدون يأخذون المعنى المغاير، وهو عند المعنى موجود الصحيح اللي أنا أقصده، ولكن هناك ناس يحبون يتصيدون في ماء العكر. فنيجي لكلمة الزهيدة. الزهيدة في اللغة زهيد العين، لما يقال إن فلان زهيد العين زين هو الشخص الذي يقنع بالقليل، وهذه صفة جميلة جدا بالإنسان، قناعة، ما في أجمل من القناعة. وأنا أتكلم عن وطن، أنا أتكلم عن بلد يعطينا طول هالعمر ولا ينتظر من عندنا شيء. الكويت وطن أعطانا، الكويت مثل الأم اللي تعطي وتعطي 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 ولا تنتظر شيء وتقنع بالقليل. فأنا لما ذكرت كلمة الزهيدة أقصد فيها بأنها تقنع بالقليل وليس لها مطمع في أي شيء سوى أنها تعطينا وتعطينا وتعطينا أكثر وأكثر وأكثر، والحمد لله على ما نحن فيه من حال. هذا المعنى اللي أنا أقصده من كلمة الزهيدة، وليس المعاني الأخرى المغايرة لنفس الكلمة مثل ما شكك البعض. طبعا هذا المعنى من المعجم الوسيط، كما يقال زهد في الدنيا أي ترك حلالها مخافة حسابه وترك حرامها مخافة عقابه. زين، نيجي لكلمة العتيدة. يقولون عتد الشيء يعني صار، أو عتد الشيء يعني صار مهيأ وحاضر. زين، أنا أقول هي الشديدة، هي الزهيدة، هي العتيدة كالنخل. يقال فرس عتد أي مهيأ للركض، يعني جاهز لأي أمر من أمور الحياة، سواء حرب سواء عمل أيا كان. لما يقولون عتد الشيء يعني أصبح مهيأ وجاهز لما أنت تبيه. هذا معنى الكلمة. العتيد هو المهيأ والحاضر. زين، وفي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك العتيدة هو صندوق تضع فيه المرأة ما يعز عليها من طيب وبخور وغيره. إذن الكلمة تحمل كل الصفات الجميلة، سواء المعنى الثاني هو الصندوق الذي تضع المرأة تضع فيه البخور وطيبها والأشياء الجميلة اللي تعز عليها، أو المعنى الأول إنها هي مهيئة وحاضرة. حاضرة لشنو؟ حاضرة للعطاء، حاضرة للبذل. هذه الأرض اللي من الأزل وهي تعطينا ولا زالت تعطينا الكثير. لذلك أنا وصفتها في هذا البيت هي الشديدة، هي الزهيدة، هي العتيدة كالنخل. النخل شجرة مباركة، شجرة عتيقة، شجرة قديمة منذ الأزل، شجرة ما تثنيها الرياح، قوية، مذكورة بالقرآن، ثمرها مذكور بالقرآن، أجدادنا عاشوا على هذه الشجرة. إذن هي لها دلالة عظيمة جدا، سواء في تاريخنا إحنا ككويتيين أو في تاريخنا إحنا كعرب، أو حتى من خلال رجوعنا إلى القرآن الكريم. وهذا طبعا مذكور في المعجم الوسيط، وكذلك في معجم لسان العرب. وفي لسان العرب أيضا هناك معنى آخر للعتيدة، هو وعاء الطيب ونحوه. يعني مو المعنى الأول اللي ذكرناه للمرأة، لا، هو وعاء الطيب ونحوه. إذن هي بكل الحالات معنى جميل ممكن نوصف فيه وطننا وبلدنا. نيجي لكلمة العتية اللي هي البيت اللي بعده، اللي يقول يا الأبية يا العتية يا العلية كالشنان يا الوفية يا الغنية يا بحر ما به ضحل. العتية لما يقول عتت الريح أي جاوزت مقدار هبوبها. عتت الريح بمعنى جاوزت مقدار هبوبها. وأنا أقصد بذلك بأن الكويت دولة عصية على كل من يريد بها الشر وكل من يضمر لها السوء، وهي دولة شديدة كشدة الرياح، وهي دولة عصية لكل من يطمع بها
هذا المعنى اللي أنا أقصده بكلمة عتية. طبعا هذا المعنى موجود في المعجم الوسيط، ممكن ترجعون وتتأكدون. نروح للبيت اللي يقول: يا العرمرم يا العرين العارن الكن الكنان، يا الغضنفر يا الهزبر الهيزم الليث البطل. العرمرم يعني الشديد، جيش عرمرم أي كثير، هذا واحد. اثنين، العرين هو مأوى الأسد، العرين هو مأوى الأسد. طبعا العرمرم هو من المعجم الوسيط، ممكن تتأكدون من المعنى، وكذلك العرين وهو مأوى الأسد كذلك من المعجم الوسيط. العارن هو اسم من أسماء الأسد، العارن هو اسم من أسماء الأسد. الكن، كن الشيء هو يعني لما يقولون ستر الشيء، كن الشيء ستر الشيء، زين. كن الشيء يعني ستره، زين. وهذا من معجم الوسيط. وبالقرآن الكريم يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. صدق الله العظيم. وكنن الشيء مبالغة في كن. طبعا هذا من المعجم الوسيط كمصدر. الكنان هو الغطاء، الكنان هو الغطاء، وكل شيء يقي شيئا يستره أكنه. يعني لما أنا أستر شيء أنا كنيته، وهذا معنى اللي أقصده أنا في القصيدة في استخدامي لهذه المفردة. حتى لما تغطي شيء عن الحر مثلا، عن الشمس، يقال كنيت الشيء، يعني عن أشعة الشمس الحارة. إنزين. ومو فقط يعني انك انت المعنى انك تغطيه بلحاف او ما شابه ذلك، لا، كل شيء يقي من شيء آخر يسمى الكن. فبالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. ليش؟ لأن هي تقي من أشعة الشمس، يعني الجبل أحيانا يقي من أشعة الشمس. وهذا بالنسبة للكن والكنان. العسلاج، معنى كلمة العسلاج: ما بنا عسلاج أبدا لا تراخى الوقت، لان كلنا معنا لأن كلنا قول وفعل. العسلج هو الغصن الناعم، وهذا المعنى من لسان العرب. فلذلك أنا أقول: ما بنا عسلاج أبدا لا تراخى الوقت، لان يعني ما فينا شخص لين مثل الغصن الطري. كلنا إن شاء الله قد الموقف، وقد إن إحنا ندافع عن بلدنا ونحرص على وحدة بلدنا، ونكون سد منيع لبلدنا. هذا بالنسبة للعسلاج. ما تقوضنا الشدايد، فالشدايد تستهان، والعمل بعض العبادة، ولا عبادة بلا عمل. ما تقوضنا، كلمة ما تقوضنا، طبعا أنا الكلمات اللي قاعد أستخدمها أنا قاعد ألفظها بالعامية، ولكن هي كلمات فصيحة. يقال: قاض البناء، قوضه يعني هدمه، بمعنى أن الشدايد ما تهدمنا كشعب، ولا تهدم معنوياتنا، ولا تهدم نفوسنا. احنا قد هذه الشدايد وقد هذه الأزمات، وإحنا لها كشعب. فهذا بالنسبة كلمة ما تقوضنا الشدايد، فالشدايد تستهان، شيء بسيط عندنا احنا كشعب كويتي. وهذا طبعا من المعجم الوسيط. طيب، عندنا كلمة العنان اللي هي مذكورة في قد نطحنا الطيب مبطي ليل لامسنا العنان. العنان كل ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها، وكذلك العنان هو السحاب. فهو معنيين، المعنيين ينطبقون على المفردة الموجودة بالقصيدة. إما أنك كل ما نظرت إليه بالسماء نظرت إليه عينك، طبعا السماء شنو فيها غير النجوم وغير السحاب، زين. فلامسنا السحاب أو لامسنا النجوم،
زين. فالعنان كل ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها، وفي معنى آخر هو السحاب، والمرجع المصدر هو المعجم الوسيط. الكلمة الأخيرة اللي هي كلمة السريجي، مجدنا مجد السريجي والمهند والأسل. السريجي هي منسوبة إلى سريج، سيف منسوب، السريجي سيف منسوب إلى شخص اسمه سريج، وهو كان من صناع السيوف. زين، لذلك أنا استخدمت مجدنا مجد السريجي، لأن صناعة السيوف كانت صناعة يعني لها تاريخ عندنا كعرب، والسيف جزء من تاريخنا وجزء من حروبنا وجزء من أمجادنا. لذلك أنا قلت مجدنا مجد السريجي والمهند والأسل. المهند كذلك هو السيف الهندي، وهو من أجود أنواع السيوف. الأسل هو الرمح. هذا باختصار كل ما يتعلق بقصيدة يا الوطن يا الزبرقان. أي أحد يبي الشرح اللي أنا شرحته طبعا موجود على اليوتيوب، اللي يبي هذا الشرح كامل ممكن أرسله له إيميلي ys75@live.com ys75@live.com. ممكن يراسلني وأنا أرسل له الشرح كامل بكل المصادر اللي أنا بحثت فيها. ويعطيكم العافية، قواكم الله، وأتمنى إن شاء الله أن جاوبتكم الجواب الشافي. وأي شخص يرى في هذا الفيديو فائدة لغوية أتمنى أن ينشره عشان تعمل فائدة للكل، وعشان الناس اللي ما وصل لها هذا الشرح يوصل لها. ويعطيكم العافية ومشكورين.